اشنو كاين وراء الجدار الجليدي بالقطب الجنوبي؟ وعلاش كيمنعوا اي واحد كما كان النوع ديالو باش ما يوصلش تما؟ وشنو مخبين علينا في هذه القاره القطبيه الجنوبيه؟ شنو ما باغينش نعرفوا شنو واقع تما؟ واش بصح كاينه ارض وحده اخرى واقوام وحدين اخرين بحالنا وراء هذا الجدار؟ هادشي اللي غنشوف في هذا الفيديو، فتبع معايا حتى الاخر. غنعريو على حقيقه قاره انتاركتيكا. اول حاجه خاصكم تعرفوا هو ان هذه القاره القطبيه هي بحال شي صحراء كبيره من الجليد وثلوج اللي بزاف من الناس باغيين يمشيو يشوفوها ويكتشفوها، خصوصا الناس المغامرين والناس اللي كتحب المغامرات والسفر، ولكن للاسف يمنع منعا كليا انه يسافر لها شي واحد ولا يوصل لها غير البعثات العلميه والعسكريه. غادي تقول لي علاش وشنو السبب اللي خلى حتى شي واحد انه يوصل تما؟ غادي نقول لك انه من بعد الحرب العالميه الثانيه وبالضبط في سنه 1957 و1958 تم التوقيع على واحد المعاهده تسمات معاهده انتاركتيكا، وهذه المعاهده راه وقعوها 12 دوله من الدول العظمى في العالم، واتفقوا انهم حتى شي وحده فيهم ما تستعمر ولا تدخل لهذه القاره الا بترخيص من عند الدول اللي مسيني على هذه الاتفاقيه، وداروها بهدف الحفاظ على البيئه حسب الاتفاقيه وحسب ما صرحوا به المسؤولين اللي وقعوا عليها. واتفقوا كذلك انهم ما عندهمش الحق باش يقوموا باستخراج المعادن والثروات من هذه القاره حتى تدوز 50 عام، وهاد 50 عام هذه سالات والطرح بدا كيسخن. ولكن مع مرور الوقت بان باللي الهدف ديال هذه الاتفاقيه اللي وقعوا ماشي هدف للحفاظ على البيئه، ولكن الاهداف سياسيه خطيره بزاف غنكتشفوها قبل الحرب العالميه الثانيه. كان الحزب النازي الالماني بالرئاسه ديال هتلر صيفط واحد الفرقه سريه كانت سميتهم جمعيات اتونا باش يكتشفوا القاره الجنوبيه، وهذه البعثه السريه كانت دات معها عشرات الخرائط اللي قديمه بزاف اللي كترجع للحقبه الامبراطوريه العثمانيه والحقبه الامبراطوريه الصينيه اللي كانوا متميزين في ذاك الوقت بالرسم ديال الخرائط واكتشاف الجزر واكتشاف باقي بقاع العالم. وفي ذاك الوقت كانوا الامريكيين حتى هما كينافسوا الالمانيين في اكتشاف القاره الجنوبيه، وكانوا مكلفين الجنرال ريتشارد انه باش يكتشفها، حتى هو خدمته من 1928 حتى 1997 واحد السلسله من رحلات القطب الجنوبي. وفي واحده من هذه الرحلات ديالو سنه 1947 قال انه اكتشف اراضي جديده كاينه وراء بالقطب الجنوبي، واللي هي ارض كبيره تقريبا تكون قد فرنسا والمانيا مجموعين، واللي دار عليها واحد المجموعه من الخرائط وخدا لها مجموعه من الصور. والخطير في هذا الشيء هو انه في سنه 1956 واحد البعثه استكشافيه امريكيه غادا تطير لمسافه اكثر من 4300 كيلومتر من القاعده الامريكيه اللي كاينه في القطب الجنوبي، وغادا تدخل في العمق القاره الجنوبيه وبكثر من 4000 كيلومتر. هنا غتكون الصدمه الكبيره انهم غادي يكتشفوا واحد الاراضي جديده واراضي خصبه لا علاقه لها بالقطب الجنوبي، وكاينه وراء الجدار الجليدي ب 4000 كيلومتر. وكان ادميرال ريتشر انه هضر على هذه الاراضي في واحد الحوار تلفزيوني مسجل وقال فيه معلومات خطيره. ولكن هنا السؤال اللي مطروح هو هذه القاره هذه اللي كانت عباره عن قاره جليد، فعلاش 12 دوله من الدول العالم هي اللي كتسيطر عليها حاليا وما بغى حتى شي واحد انه يوصل لها، واخا غير المغامرين والمسافرين والسياح حتى هما كتمنعوا؟ وعلاش العشرات من القواعد العسكريه ديال هاد الدول بحال حاضين شي حاجه خطيره وما خاص حتى شي واحد انه يوصل لها ولا يقرب لها؟ ولكن غنتعجبوا فيه هو اللي وقع في سنه 2016. صحيفه ديلي ستار البريطانيه كتنشر انه تم اكتشاف هرم جليدي كبير في القطب الجنوبي بحال الهرم ديال خوفو اللي كاين في مصر، وهذا الاكتشاف راه صدم العلماء ديال بصح، اللي اكد لهم عكس الابحاث اللي كانوا كيديروا تما انه كاينه واحد الحضاره قديمه كانت كتعيش في القطب الجنوبي. والعجائب ديال هذه القاره انهم لقاو فيها اكبر صحراء كاينه في العالم واللي فيها كتبان رمليه كثيره، فيها جفاف والجو ديالها بارد بزاف، يعني انها عباره عن صحراء وسط قاره جليديه. وحسب العلماء كيقولوا ان الشمس والقمر في هذه القاره في بعض الاوقات من السنه والشهور الشكل ديال القمر والشمس كيبانوا بواحد الشكل اخر على الشكل اللي مولفين كنشوفوا، وهذا الشيء ما لقاو ليه حتى شي تفسير ليومنا هذا. وعاد زيد ان العلماء اكتشفوا بعض الكهوف الجبليه اللي كاينه في هذه القاره الجنوبيه، اكتشفوا حمض نووي غريب ما كيشبه حتى شي حمض نووي اكتشفته البشريه، وهذا الشيء كيخلي ان هذه القاره كانت عايشه فيها كائنات اللي حنا ما عمرنا شفناها ولا سمعنا بها. كاين واحد النظريه اخرى اللي خربقات الاوراق والحسابات ديال العلماء، وما انهم مصدوع عبر الاقمار الاصطناعيه 3 ديال الاهرامات ومدينه كبيره مدفونه تحت الارض. والخطير اللي اكتشفناه في اطار البحث ديالنا في اعداد هذه الحلقه هو انه كاينين باحثين كيقولوا ان هتلر دار واحد القاعده عسكريه كبيره داخل هذه القاره المتجمده في الفتره ديال الحكم ديالو، وهذه القاعده العسكريه ترصدات باقمار اصطناعيه، وهذه الصور ديال القاعده اللي نشرات عبر وسائل الاعلام. وحسب نفس المصادر المتطابقه كتقول ان هتلر ملي خسر الحرب العالميه الثانيه هرب لهذه القاره واكتشف مدن اخرى كاينه تحت الارض. غتقول لي شنو الدليل ديالك؟ غنقول لك انه اللي كيعزز هذه الفرضيات وهذه المعطيات اللي قلنا هي الرحله اللي كان دار ريتشارد من بعد الحرب العالميه الثانيه، اللي دا معاه واحد الاسطول عسكري كبير بزاف، دا معاه مئات ديال الطائرات والغواصات والسفن الحربيه واكثر من 10000 جندي. في هذا الوقت كانت السلطات الامريكيه قالت باللي راها رحله علميه استكشافيه، ولكن من بعد
صرح ادميرال ريتشارد انها كانت رحله ذات اهداف عسكريه وما عطى حتى شي تفاصيل. والغريب في هذا الشيء هو ان هذه الرحله اللي كانوا مبرمجين لها انها غادي تدوم يعني 6 شهور، ولكن تم الغاء ديال هذه الرحله ودامت غير شهرين فقط. شنو اللي خلى هذه الرحله العسكريه انها تلغى بهذه السرعه؟ وعلاش كيقولوا باللي ريتشارد والطاقم التقني تعرضوا لهزيمه كبيره من جهه غير معروفه اللي خلاهم انهم يرجعوا بسرعه؟ ولكن من زدنا بحثنا مزيان لقينا واحد التصريح اللي هو خطير كيرجع لواحد الضابط روسي قال باللي السبب ديال الغاء ديال الرحله العسكريه للقطب الجنوبي كان السبب ديالها هو ان البعثه الامريكيه تعرضت لهجوم كبير وخطير بزاف اللي ماتوا فيه العشرات والمئات من الجنود وتدمرت فيه الغواصات والطائرات الامريكيه، مما اضطروا انهم يلغيوا المهمه ويرجعوا في حالهم الامريكان. الا كان هذا التصريح صحيح فشكون هذه الجهه اللي هجمت على امريكا واللي خلاتهم انها تلغي المهام ديالهم ويرجعوا بهذه السرعه؟ فالجواب هنا راه ما كاينش. كاينين نظريات، ملي بحثنا لقينا بعض النظريات كتقول ان اللي هجم على الاسطول الامريكي هما سكان جوف الارض، وكاين اللي كيقول ان اللي هجم عليهم راه اقوام وحضارات بحالنا، لكن هما حضارات جد متطوره علينا، يعني عايشين وراء الجدار الجليدي وما باغيين حتى شي واحد من سكان العالم انه يوصل لهم ولا يشوفهم. ولكن الخطير في هذا الشيء كامل هو التصريح اللي خرج به ادميرال ريتشارد وقال فيه بالحرف هو ان امريكا لا بغات تزيد تدخل في هذه الحرب فراه غادي تتفاجئ بالاف الجنود اللي غادي يخرجوا من باطن الارض، وهاد الجنود هادو واعرين بزاف بحكم السرعه التحرك ديالهم والسرعه الطيران ديالهم. واش هذا الكلام بصح ولا لا؟ الله اعلم. ولكن كاين اللي تيقول ان الرحله الامريكيه اكتشفت مداخل كاينه داخل باطن الارض ولقاو صحون طائره والسكان واقوام في باطن الارض، يعني صعيب عليهم انهم يواجهوهم عسكريا، وداك الشيء علاش البعثه الامريكيه رجعت بسرعه. كاين بزاف ديال النظريات اللي عندها علاقه بكرويه الارض وان الارض مسطحه وان وراء الجدار كاينين 7 اراضي اللي تكلم عليهم الله عز وجل، ولكن حدود الساعه ما كاينه حتى شي جهه علميه كتاكد هذه النظريات كامله اللي تكلمنا عليها. نتوما شنو بان لكم؟ خليونا الاراء ديالكم في التعليقات، وإلا كيعجبك هذا المحتوى ما تنساش انك تشترك في القناه وتدير لايك. حياكم الله.